الذي كان يعبد الله ليس قوة منك فقط ومش شطارة منك انت بس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بها. النبي اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول كده، ما تصلي عليه. سيدنا النبي نفسه خير خلق الله كان يقول لك اللهم إني أعوذ بك من السلب بعد العطاء. يعني أنا أعبد الله في رمضان وأجي بعد رمضان أقطع؟ ده دي نعمة سلبتها، كأن الله أعطاك نعمة ثم سلبها منك. نعوذ بالله تعالى من سلب النعم. يعني إيه؟ يعني أنا عملت في رمضان أجي بعد رمضان؟ اسأل الله الثبات، ادعي بالثبات، ادعي بالاستمرار، ادعي الله سبحانه وتعالى بألا يسلب منك نعمة الطاعة، بألا يسلب منك نعمة القرب من الله سبحانه وتعالى. فهذه أيام محاسبة. ولا ننسى قول سيدنا عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. حاسب نفسك دلوقتي حساب ما حدش شايفه غيرك وما حدش سمعه غيرك ولسه ما فيش عليه عقاب. بينك وبين نفسك قاعد بتقول أنا عملت إيه وسويت إيه وابعد عن كذا إزاي وزود في الطاعة الفلانية إزاي وأعمل إزاي وأسوي إزاي. هذه أيام المحاسبة قبل أن يكون يوم تحاسب فيه على التأوه. لما الأئمة زمان كان واحد يجي يتوجع، الإمام أحمد بن حنبل قالوا له تكتب اللي أنت بتقولها وأنت عيان دي مكتوبة، فكان بيكتم بتاعته. واحد يصفر التاني يقول له الصفارة دي مكتوبة. واحد غمز كده ولا رمش، كله ده مكتوب. كل هذا مكتوب. يبقى أنت محتاج تقعد تحاسب نفسك قبل أن يكون يوم يكون نعوذ بالله تعالى أمام الخلائق وتجد كل هذا مكتوب وتحاسب عن كل هذا. فهذه أيام محاسبة وهذه أيام رجوع وهذه أيام نعلم فيها أن نستمر على الطاعة بعد رمضان، سواء عملنا في رمضان سواء قصرنا في رمضان. أيا كان حالك في رمضان انتهى وولى، وبعد رمضان يستمر العمل. وختاما نذكر بإخواننا في فلسطين وبكل